لا لا طبعا، انا عمري ما استخدمت الذكاء الاصطناعي ولا اعرف اصلا شات جي بي تي ده بيتفتح ازاي. استخدام الذكاء الاصطناعي مش وصمة ولا حاجة ابدا المفروض ان هي تخلينا ان احنا نتكسف، انما طريقة استخدامه هي اللي ممكن شوية تخلينا نتكسف. لو انت شخص بتفتح اللابتوب بتبتدي ان انت تديله اوامر مش مفهومة، انت نفسك مش عارف انت عايز ايه منه، وقتها ممكن يبقى فيه مشكلة. لو بتكتب الأوامر دي وبتبتدي تاخد الأوتبوت اللي هو بيديهولك تحطه بقى سواء في البوست أو في البلان أو في الإيميل، من غير ما تبتدي إن أنت تقرأ الكلام اللي هو بيقولهولك وتحلله وتشوف أنت محتاج منه إيه، وقتها مشكلة ووصمة. انما لو بتركز في هدفك وانت عايز ايه بالظبط من الذكاء الاصطناعي، وبتركز في كل كلمة بتكتبها له وكل كلمة بتاخدها منه وتبتدي ان انت تراجعها وتحللها، وبتتعامل معاه ان هو اداة زي اي اداة بتساعدك في شغلك، وقتها ما فيهاش اي حاجة تكسف، لان كلنا بنستخدم الذكاء الاصطناعي، والعيب ان احنا ما نبقاش عارفين ان احنا نستخدمه ازاي.